اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم العائلة الأصدقاء، نتمنى تكونوا جميعا بألف خير ورمضان كريم يدخل علينا وعليكم الصحة والسلامة إن شاء الله تعالى. وصفة اليوم وصفة للشعر إن شاء الله جميلة جدا وجربوها. يعني فيها فيتامينات بزاف، فيها مكونات جيدة للشعر. يعني الشعر اللي عنده تساقط الشعر توقف تساقط الشعر، ينمو الشعر، تعطي لمعان ورطوبة للشعر إن شاء الله، وكتحل البشرة إن شاء الله. تستعملوها وصفة مجربة وزوينة بزاف. تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا طريقة الاستعمال اخر الفيديو وكيفاش فين نخزنوها ان شاء الله تعالى. وغتعجبكم هذه الوصفة ان شاء الله، لأنها مكونات بسيطة، 3 مكونات فقط، وغتحصلوا على شعر جميل وكثيف إن شاء الله وقوي. يعني غيقوي الشعر ديالكم إن شاء الله. بسم الله ندخلوا الوصفة إن شاء الله. بسم الله. عندنا هنايا حبة برتقال، نحتاج حبة برتقال نغسلوها تغسل جيدا بالماء وبكربونات الصودا باش نحيدو عليها ديك الميكروبات اللي كتكون فوق القشره والكيماوي اللي كيديروا جميع الفواكه. نصف ملعقه من بيكربونات الصودا تغسل كما ترون، نخليوها ربع ساعه في الماء مع البيكربونات، نحيدوها ونشفوها جيدا، تنشف جيدا. مثلا هنا غنحتاجو نصف برتقاله فقط، نستعملو نصف برتقاله، نقطعوها قطع صغيره جدا. يساعد البرتقال في تنعيم الشعر كما يزيل القشره. نقطعوها كما ترون. غنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. يعني البرتقال معروف الفوائد ديالو للشعر وللبشره، غير بنادم هذا الشيء كيبغي الاستمراريه، ما نديروهاش مره واحده ونقولوا ما درت لينا والو. هذا الطبيعي راه كيبغي الاستمراريه، نقولوها دائما. نحتاج الى الثوم، نحتاج هنايا 4 فصوص او 5 فصوص، استعملوا 5 فصوص وخليوها بالقشره ديالها، غسلوها مزيان تغسل جيدا ونخليو القشره ديالها، ونوركوا عليها بشي حاجه بالموس او اي حاجه وقطعوها كما بغيتو نتوما، لكم الاختيار. فيها معادن كثيره يعني يقوي بصيلات الشعر. الثوم سلاح معروف في مكافحه تساقط الشعر منذ قرون، يعني معروف منذ قديم الزمان. نحتاج الى زجاجه معقمه طبعا دائما، يعني يجب تعقيم القارورات دائما. كنديروا داك البرتقال اللي قطعناه نديرو في هذه الزجاجه كما ترون، الثوم. نزيدو المكون الثالث زيت الزيتون، يكون زيت الزيتون جيد 200 ملل. الأصدقاء إن شاء الله اشتركوا في القناة وعملوا لي إعجاب إن شاء الله وشاركوا الفيديو باش تعم الفائدة إن شاء الله. وإن شاء الله تلقاو عندي وصفات مفيدة لكم. تخلط المكونات قليلا كما ترون، نديروها بحمام مريم. نديرو واحد الثوب في الإناء ونديرو الماء ونخليوها مرة نحركوها، نخليوها مدة 90 دقيقة، مرة تقلب من حين إلى آخر، تقلب قليلا. وهنا صفحيدناها فوق النار وغنخليوها حتى الصباح إن شاء الله، حتى اليوم الثاني. تلف في ورق طب أو ألمنيوم كما ترون كي لا تتعرض للضوء. نخليوها حتى الغد ليه حتى الصباح. اليوم الثاني ما عرفتش كيفاش ولات لي احسن، واش بديت الحساسيه
يعني باش نتحصلوا على الفوائد ديالها كلها. غنجيبو اناء او كاس او اي حاجه عندكم نظيفه ومصفات، ونصفي في قطعه قماش. وهاد قطعه القماش دائما اقموها بالماء المغلي وخليوها لهاد الوصفات. غنعصروا هاد البرتقال، بقايا البرتقال والثوم جيدا باش نستخرج كل الفيتامينات اللي فيه. وهذه الوصفات يستعملها الرجال والنساء طبعا، يعني مكونات موجودة في كل بيت وبسيطة، وثلاث مكونات فقط. إن شاء الله جربوها وغتعجبكم. غنخلطو مزيان وعطاتني هذا اللون الجميل. وغنحتاج واحد الزجاجة معقمة. وطريقة الاستعمال هاد الزيت كنوضعوها على جذور الشعر وندلكوها بأطراف الأصابع حتى تصل إلى الجلد جيدا، يعني توصل للجلد ديال الرأس ديالنا. ونغطيو الشعر ديالنا بمنشفة أو بلاستيك مدة ساعة، ثم يغسل الشعر. وتستعملوها مرتين في الأسبوع، وإن شاء الله سترون النتيجة مبهرة. تخزين في مكان بارد أو جاف. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.